بعمركن سمعتوا انه في كب كيك بدون سكر وبدون طحين مكوناته صحية وبنفس الوقت لذيذة؟ ما بعرف. تابعوا هذا الفيديو وان شاء الله رح تشوفوا وصفة تعجبكم وتكون على مزاجكم وطعموا اطفالكم شي مفيد وصحي. هلا بالبداية انا حطيت هون زبدة المكسرات، اي نوع زبدة مكسرات عندكم بتنفع. فيكم تحطوا زبدة الفول السوداني اكيد، بس انا هون عندي زبدة الكاجو. بس جبت الكاجو طحنته بالمطحنة، طبعا الكاجو المحمص طحنته بمطحنة البهارات لحتى صار بهذا الشكل. اذا ما صار معكم هيك ضيفوا معلقة من الزيت، زيت الاونا او اي زيت انتم بتحبوه بتفضلوه، وبيتحول معكم لزبدة. ما بتحبوا زبدة المكسرات فيكم تحطوا زبدة الحيوانية بيمشي الحال. هلا بالبداية حطيت مثل ما قلت لكم الزبدة، وحطيت فوقها حبة من البيض. حبة البيض لازم تكون درجة حرارة المكان اكيد. وحطيت لها الفانيليا وحركتهم هيك لحتى اختلطوا. هلا بالنسبة للتحلية انا مثل ما قلت لكم ما حطيت له سكر ابدا. عندي التمر، عندي 5 حبات من التمر، حطيت لهم ربع كوب من المي المغلية، وبعدين طحنتهم على المطحنة، مطحنة البهارات او اي مطحنة عندكم اياها، او اذا ما عندكم مطحنة بالشوكة هرسوهم هيك بايدكم بيمشي حالهم. اذا ما بدكم تمر فيكم تضيفوا موزة او حبتين موز، يعني بتعطي حلاوة لهذا الكب كيك، ويعني شغلات مفيدة يعني لو لأطفالكم أكيد. هلأ بالنسبة للبديل للطحين أنا حطيت معلقة كبيرة من الكاكاو. إذا ما عندكم عفوا إذا بتحبوا تحطوا الكاكاو نسكويك يعني اللي فيه نسبة سكر بيمشي الحال كمان، بس يعني إنه اعتمدوا على حلاوة النسكويك، ما تضيفوا كمان حلو مشان ما يطلع حلو زيادة. حطيت أنا كمان نص معلقة من البيكنج باودر وحركتهم مع بعض، ومثل ما شايفين رح احطهم انا بهدول القوالب. قوالب لذيذة، ويعني فيكم كل يوم تعطوا لاطفالكم حبة من هذا الكب كيك مع الساندويشة. شغلات مغذية ومفيدة وما رح يحسوا بالفرق ابدا. هلا انا عبيتهم بالقوالب مثل ما شايفين. وانا كنت هون محماي الفرن اكيد على درجة 180، بس طبعا قبل ما احطهم بالفرن انا حبيت كمان ادعم نكهة الشوكولا اللي فيهم، فحطيت لكل قالب من الكب كيك حطيت لهم قطعة من الشوكولا، شوكولات دارك طبعا. هلا فوتهم على الفرن وهذا هو شكلهم بعد ما طلعوا. انا هدول القوالب الصغار مثل ما شايفين بالفيديو حطيت لهم عندي شويه من الكورن فليكس، فحبيت هيك بس يعني مشان الاطفال يرغبوه ويحبوه. هاي الوصفه كتير لذيذه. وانا جربت كمان بس نسيت صورها، جربت وصفه تانية. هي بحليب البودرة بدال الكاكاو، حطيت معلقة كبيرة من الحليب البودرة. كمان طلعت وصفة لذيذة وحلوة وبسيطة. ويعني الأمهات اللي بيتضايقوا من شغلة الطحين فيكن يعني تحضروا شغلات بسيطة لأولادكم. ان شاء الله اكون قدرت فيدكم بهذا الفيديو، وان شاء الله تعجبكم هاي الوصفة. لانه بس رح تجربوها وتذوقوا طعمتها كتير رح تنبسطوا عليها. وان شاء الله بشوفكم فيديوهات جديدة وافكار جديدة.